ليه لو حد لا قدر الله شريان ايده اتقطع بيكون معرض للموت، ولو ايده كلها راحت تقريبا مش هيحصل له حاجه؟ الموضوع كله في الفرق ما بين النزيف اللي انت تقدر تتحكم فيه والنزيف اللي بيخرج عن السيطره. في مشاهد اليأس اللي كلنا تقريبا نعرفها، الواحد لما بيقرر يركز على شريان معين بيكون تقريبا قاصد شرايين رئيسيه زي الالنر او الراديال ارتري. دي شرايين كبيره الدم بيمشي فيها بسرعه وبضغط عالي جدا، عشان كده اول ما بتتفتح الدم بيخرج منها زي النافوره وبسرعه رهيبه لدرجه ان الجسم ما بيلحقش يعوضه، والنزيف ده ممكن يسبب فقدان للوعي في خلال دقائق، ولو ما حدش لحقه للاسف ملك الموت بيكون قريب منه. ولكن لما الايد بتروح فجاه الجسم بيحصل له صدمه عصبيه عنيفه، يبدا يعمل رد فعل طوارئ زي ان الاوعيه الدمويه بتبدا تنكمش تلقائيا، وبيبدا الجسم يقفل في الصمامات ويقلل الضغط ناحيه الجزء المفقود. والنقطه الاهم بقى من كده ان الجلد والعضلات نفسهم بيساعدوا في سد النزيف لو الفقدان ده تم بشكل معين، خصوصا لو حد ضغط على الجرح بسرعه. يعني النزيف هنا ما بيكونش بنفس العنف اللي مع الشريان، وده يفهمك ان اللي بيحاول يأذي نفسه ما يعرفش ان جسمه بيقاومه لحد اخر لحظه وبيحاول ينقذه حتى لو هو مش عايز يعيش، وكأنه بيقول له حرام عليك نفسك، احنا نستحق احسن من كده، وربنا يحفظنا جميعا. اهلا بيك في انتروبي.